واش كيسحب ليك باللي سوق الانتقالات في الكره غير بيزنيس وملايين وكشافين بالكرافطات؟ راه كواليس الميركاتو فيها العجب العجاب. اليوم غنعاود لك على اغرب قصه النصب في تاريخ الكره، كيفاش بوركان فجر مسيره هداف تاريخي، وحتى على خينا اللي دوز 20 عام كياكل في الفلوس بارده وهو ما كيعرفش حتى يقيس الكره. اجي تسمع اللعب ديال بصح كيفاش داير. اكبر قلب في تاريخ الدوري الانجليزي على ضياع في 1996. واحد عيط للمدرب ساوثهامبتون في التليفون، دار راسو هو الاسطوره جورج وايا وقال ليه عندي ولد عمي كويري ناضي سميتو علي ضياع، عتقوه في شي بلاصه. المدرب تاخ القلب وسنا معاه. نهار الماتش الرسمي دخل هاد خينا يلعب، الدراري في التيران صحابهم غير شي مشجع ربح شي مسابقه وجاي يتصور معانا. خينا ما كيعرفش حتى يجري بالكره، لعب شويه وجراو عليه وغبر، وتبين في الاخير باللي هذاك غير صاحبه اللي دار فيه داك المقلب في التليفون. البركان اللي بدل تاريخ الكره ديال ليفاندوفسكي. في 2010 ليفاندوفسكي كان مازال دري صغير وغادي يسافر لانجلترا باش تسني مع بلاك بير ب4 الملايين. قبل ما يركب في الطياره بسوايع تفجر واحد البركان في ايسلندا وحبس الطيران في اوروبا كامله ليامات. الصفقه بردات ومات، وهنا استغل يورغن كلوب الموقف، طار عليه وداه لبوروسيا دورتموند، وتما بدات الاسطوره ديالو. تخيل كون ما تفجرش داك البركان كون ليفاندوفسكي دابا راه كيلعب في الشامبيونشيب. وشنو كتعرف على الطاكسي اللي خلصاتو توتنهام ودا الكوايري الارسنال ايمانويل بيتي؟ في 1997 توتنهام جابوا اللاعب الفرنسي ايمانويل بيتي لندن وتفاهموا معاه على كل شيء، ومن كثره الصواب خلصوا ليه الطاكسي من عند النادي باش يرجع للوطيل ويفكر. فينغر مدرب الارسنال ساق الخبار وعيط ليه هو في الطاكسي وقال ليه اجي عندي. خينا قلب الطريق نيشان وكسيره في نفس الطاكسي ومشاو سنا مع الارسنال. يعني توتنهام خلصوا الطاكسي باش يديو هديه للغريم ديالهم. رئيس توتنهام دانيال ليفي معروف مزير في الفلوس، ما بغاش يبيع المهاجم ديالو بيرباطو في مانشستر يونايتد، بيرباطو في التليفون وغبر عليهم. في اخر نهار في الميركاتو دخلات مانشستر بفلوس صحيحه، ولكن سير اليكس فيركسون دار ليهم بلان الشفاره، مشى بيديه للمطار، خبا بيرباطو في طوموبيلته وسنا معاه في الدقيقه الاخيره، والسيتي بقات غير كتشوف. الشوهه ديال بيتر اوديموينجي في 2013. هاد خينا بغى يفرض راسو يمشي لنادي كيوبي ار بزز، شد طوموبيلته وضرب 200 كيلومتر حتى المقر ديال النادي في لندن، ونزل كيعطي تصريحات للصحافه وهو ناشط وفرحان. الصدمه هي ان المسؤولين د كيوبي ار شافوه في التلفازه وقالوا شكون هاد خينا، حنا كاع ما اتفقنا مع الفرقه ديالو. سدوا عليه الباب في الزنقه ورجع بحالو، شاد الراديو ومصدوهم. زلاتان ابراهيموفيتش ما كيديرش التيست. فاش كان زلاتان صغير ارسنال عجبهم وطبعوا ليه تيشيرت برقم 9. فينغر قال ليه نزل التيران نديروا لك فترات معايشه، يعني تيست نشوفوك واش كتلعب مزيان. زلاتان دار فيه شوفه ناقصه وقال الجمله الشهيره ديالو زلاتان ما كيديرش التيست. خلى التيشيرت والساكو ورجع بحالو للسويد، ومن بعد دار تاريخ مرعب في اوروبا كامله. وشنو كتعرفوا على اكبر نصاب في تاريخ الكره؟ كارلوس كايزر. هذا هو الطوب، دوز 20 عام كينتقل من فرقه لفرقه في البرازيل واوروبا كامله وهو ما كيعرفش حتى يضرب الكره. كيفاش دار ليها؟ كان مصاحب مع نجوم كبار ديال البرازيل وكيفرضوه في الصفقات، كيمضي معاهم العقد، والسيمانه الاولى كيقول لهم باغي نوجد اللياقه البدنيه، السيمانه الثانيه في الماتشات ديال التدريب غير كيقيس الكره كيطيح الارض ويشد العضله الخلفيه وبدا يغوت. دوز حياته كامله صالير فابول والفرقه كتعالج فيه بلا ما يلعب حتى 90 دقيقه كامله. وكاين حتى السلاح السحري القديم، شريط الفي اش اس. زمان ما كانش اليوتيوب ولا الداتا، الوكلاء كانوا كيمونطيو فيديو فيه 5 دقائق ديال لقطات زوينه لشي كوايري عيان ويزيدوا عليها المزيكا حماسيه، والكشافه ديال النادي كيشوفوا الفيديو كيتزغلل، كيمشيو يشريوه بملايين ويدخل التمرين ويلقاوه ما كيعرفش حتى يفراني. داكشي علاش الكره زمان كانت بحال شي دلاحه، يا تخرج حمراء يا تخرج قرعه. الميركاتو كان بحال شي جبل ديال الثلج، حنا كنشوفوا غير تصويره في الانستغرام واللعاب هاز التيشيرت وكيقول انا فخور، ولكن الكواليس فيها النصب، الصدف والقلوب الميته. في نظركم واش هاد البلانات مازال يقدروا يوقعوا دابا مع التطور والتكنولوجيا اللي كاينه؟ وشنو هي اغرب قصه جاتكم في هادو كاملين؟ قولوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش نزيدوا بالقناه لقدام، ونتلاقاو في الفيديو جديد.